بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. الإخوة جازم بالخير، طالبوا مني إني نشوف مع وقفة تدبرية مع بعض الآيات، وأسأل الله ستره وأن يغفر ويتجاوز ويعين. لكن نتأمل محاولة تحضيرية، كنت أتأمل فاللي ينفع الإنسان مثلا حيث أنه يقطع أشواط في طريق رضا ربه. في بعض الآيات تدل جليا، طبعا الإنسان كيف تعرفه، إنما الإنسان عمره، ذا الإنسان قيمته عمره، ذاك اللي لا يعطي في الدنيا حسب لا يشغل به وقته، ذا هو اللي لا يجبر نتيجته في الآخرة. وطبعا ذاك حسب الختام، نسأل الله أن يحسن ختامنا وختامه. لكن عند التأمل تجد أن قيمة الإنسان هي في وقته وما ينعقد عليه قلبه. ولذلك عرف الصالحين على أن الإنسان لا يوصل الرضا ربه إلا بقلب سليم صالح. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. إبراهيم عليه السلام من الأنبياء اللي يكثر ذكره في القرآن الكريم. من أشهر المواقع اللي ذكرت فيها قصة إبراهيم عليه السلام سورة النمل، سورة النمل: واتل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون. دعوات إبراهيم هم نتأملوها. مثلا كان يقول: الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين، والذي يميتني ثم يحيين، والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين، رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين، واجعل لي لسان صدق في الآخرين، واجعلني من ورثة جنة النعيم، واغفر لأبي إنه كان من الضالين، ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. دعوات إبراهيم لا شك استجيبت كلها إلا التي اعتذر عنها واستغفر منها. لكن القرآن يشير في سورة أخرى إلى استجابة هذه الدعوة بالذات التي لم يصرح بها طلبا، عندما قال: ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. كانه يقول: رب ارزقني ذلك القلب السليم. ايش قال مولانا في بلده آخر في قصة إبراهيم سورة الصافات؟ قال: وإن من شيعته لإبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم. ولينجل المولانا بقلب سليم تحقق كل ما يرجوه في ذلك اليوم العصيب. إذن قيمة الإنسان هو انعقاد قلبه على ما يرضي الله سبحانه وتعالى، ولا يصلح لذلك وعاء إلا وعاء سليم، وهو القلب السليم الذي يسلم من الأضغان ومن الأمراض والخبائث. لذلك التزكية والتروية يقولوا على التخلية قبل التحلية. تلاقوا تصل قال لك دحية دير فيها لا يتفور. كذلك القلب لابد حد يجتهد عليه أن ينصقل من ذيك الخبائث كاملة والأمراض اللي تعطل عمله بما يرضي الله سبحانه وتعالى، لكي يتحلى بما يرضي الله سبحانه وتعالى ويكون وعاء صالحا لما يرضي الله سبحانه وتعالى. الوقت هو أثمن شيء، لذلك الله سبحانه وتعالى أقسم به قال: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أثمن الوقت شنو هو؟ الإطلاق. هو طبعا حسب الأيام، لكن الشهور أثمنه شنو؟ وشهر رمضان. إذا نحن عندنا
الفرصتين يلا نستغلهم، مازلنا قاعدين نستغلهم. وحدة قلوبنا، يعني يلا نراجعوها ونحاول نطهرها من ذيك الأشياء ونطلب لها لأنه يعيننا على تطهيرها. أوقاتنا كذلك نطهرها مما لا يرضي الله سبحانه وتعالى، نحاول نبلوها بما يرضي الله سبحانه وتعالى. وأثمن الأوقات وهذا الشهر، لو نحن اجتمعنا هنا على تلاوة كتاب مولانا، وهذا الشهر واللي ينزل فيه كتاب مولانا، ونرجو أن نكون نحن أهل مولانا لمهل الله وخاصة. إذا يلا نستغل هذه المسألتين خصوصا هذا الشهر الكريم، يراجع حد قلبه ويتفقدوا بالسجود ويتفقدوا عن تلاوة القرآن ويتفقدوا في أوقات خلواته اللي ما يحدى الناس. ماذا يفعل؟ هل يراعي مثلا، هل يراعي نظر الله سبحانه وتعالى إليه؟ هل يستحضر مراقبة الله سبحانه وتعالى أم ينسى ذلك؟ ونسأل الله يعيننا وإياكم على ويطهر قلوبنا، وأن يعيننا على القيام بهذا القرآن حق القيام، وأن يجعلنا ممن يتلوه حق تلاوته، وأن يجعلنا من أهله حقا وصدقا، إنه ولي ذلك والقادر عليه.